بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدنيا والحياة طول عمرها مليانة حروب ومناقشات ومناظرات وجدالات بين أهل العلم وبعضهم، بين العلماء والمشايخ والدكاترة والعلماء والباحثين والدارسين. الأبحاث والمناظرات والمناقشات والجدالات والحروب الفكرية دي كانت تتم على أضيق الحدود بين العلماء وبعضهم وبين المتخصصين وبعضهم، يعني المتخصصين في بعض كده يناقشوا بعض في قضية معينة. لكن مع انتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والفيس والكلام ده، أصبحت الناس العوام في أي مجال بيخشوا يناظروا بعض في المجال ده عن جهل وعن عدم دراية. يخش كده يرمي أي تعليق في أي مناظرة تقابله في أي حاجة في أي قضية، هو داخل يعلق، داخل يرأي فيها، داخل يختلف مع أي حد. المهم يختلف، والناس بقت تتشبط مع بعضيها وتتعارك مع بعضيها وتناقش بعضيها وتجادل بعضيها عن جهل وعن عدم علم. لأن احنا مش يعني طبيعي مش أهل تخصص في كل المجالات. انت اخرك ممكن تتخصص في شيء واحد، بس بقت الناس كلها تجادل بعضها في كل التخصصات بدون علم وبدون درايه. مثلا زي القضايا والجدالات اللي تطرأ بين العلماء وبعضهم، علماء يعني رجال الدين، علماء اهل السنه والجماعه والمذاهب وبعضها، الاشعريه والماتريديه، الحنفيه والمالكيه، بين اهل السنه كلهم وعلى بعض، وبين السلفيين والحروب الدايره بينهم والنقاشات والمناظرات والمسائل اللي هيكفروا فيها بعض والكلام ده. انت كشخص مسلم مالك انت بالحوار ده؟ كشخص مسلم عادي طبيعي خالص مش متخصص في الدين، مالك انت بالحوار ده؟ انت ما عليك غير انك تأدي عباداتك وتلتزم بالاخلاق الاسلاميه وتلتزم باي موعظه كده، اي موعظه حسنه تقراها، تقرا شويه قران، تقرا شويه حديث، مش عارف ايه. مالكش دعوه بعدين عاد انت بالفتوى والتكفير وده يكفر مين، وانت سني وانت شيعي وانت سلفي وانت صوفي وانت حنفي انت مالك انت؟ دول سيب الامور دي لاهل التخصص بس، للناس اللي هتحفظ العلم بس. ومثال تاني زي الحرب الدايره مثلا بين الكرويين والمسطحين، الناس اللي هتقول على الارض كرويه والناس اللي هتقول على الارض مسطح. ما انت شخص هتعيش 60 70 سنه على الارض، هتفرق فين معاك الارض كوره ولا ملعب؟ هتفرق فين؟ مش هتفرق في حاجه. عيش حياتك يا عم الحاج على الارض، وسهلا بعد ما تموت يمكن نعرف. ما تشغلش بالك انت بالحكاوي دي. مثلا هتقيس على كده المعارك اللي هتدور مثلا بين الناصريين وبين الرأسماليين، المعارك اللي شغاله بين الناس المحافظين وبين المنفتحين على ثقافات العالم الثاني، المعارك اللي هتدور يعني مؤخرا بين الكمايته او الناس اللي بتتمسك باساسها الفرعوني بس ومش عارف ايه وتستنكر كل ما هو عربي، بين الكمايته وبين المستعربين وبين الناس اللي هيقولوا يا عم ده احنا عرب بس واحنا الفراعنه دول ومش عارف ايه. المعارك اللي هتدور بين الوطنيين والخونه او الاحزاب السياسيه المعارضه، يا عم مش نقول خونه، الوطنيين والمعارضين. المعارك مثلا المعارك ممكن معارك التافهه كمان اللي هتدور مثلا بين الفيمينيستات، بين الناس المناصرين للفكر النسوي، ان المراه لازم يبقى لها حقوق ومش عارف ايه ويركبوا المراه فوقيهم، وبين الذكوريين اللي هم عكس الفيمينيستويه. المعارك اللي هتدور مثلا بين الفيجيتيريانز يعني النباتيين والاكل اللحوم اللي هم البشر الطبيعيين اللي زي نحن. المعارك اللي هتدور بين اللي هيشجعوا ميسي وهيشجعوا رونالدو. انت شخص مالكش دعوه انت بالامور دي كلها. عايز تخش في اي حكايه من دول، عجبتك المناقشه في اي قضيه او اي مناظره بين طرفين من دول، يبقى انت بالراحه كده قبل ما تخش وتنتقد وتخش وتعلق وتعارض وتأيد بدون علم وبدون درايه. اقرا يا عم النظريتين، واقرا للدوله واقرا للطرف ده واقرا للطرف ده، وشوف انت احكم بعقلك وغريزتك انهي الصح. وبعد ما تحكم بعقلك وغريزتك خش ناقش بطريقه علميه صح، وناقش حد ينفع تناقشه، مش واحد عادي كاتب بوست عن اي حاجه تخش تسب له وتشتمه وكأن انت العالم الثاني اللي قاعد قبله. لا يا عم، انت شخص عيش حياتك، كفايه عليك الصراعات والحروب اللي في حياتك انت بس. ازاي تحافظ على صحتك، ازاي تحافظ على اسرتك وعيالك، ازاي تعيش في الدنيا وتواجه صعوبات الحياه من طقس ومن غلا ومن معيشه ومن جيران ومن ناس، ازاي تعيش وسط الناس. خلي بالك يعني كفايه عليك الصراعات اللي هتقابلها في شغلك ومشاريعك وحياتك العمليه. واللي يهمك يعني الصراع الاكبر اللي المفروض انت تبقى منشغل بيه وشاغل حالك بيه وفكرك بيه، صراعك قصاد الشيطان. يعني انت وحدك كده، انت كبني ادم في حرب كبيره انت داخل فيها بينك انت وبين الشيطان وبين نفسك والهوى. حاول يعني يبقى همك في الدنيا كلها انك انت تغلب الشيطان ونفسك وتخرج وتطلع من الدنيا على خير وتتامل ان ربنا يدخلك الجنه. كفايه عليك الصراعات هي اللي تشغل حياتك انت ونجاتك انت من الدنيا وحياتك انت وحياه اولادك وشغلك ومشاريعك. ما تدخلش نفسك في اي حاجه بعد كده
حبيت يا عم انت تدخل نفسك في اي مجال، يبقى عن دراسه وعن علم، وتخش تناقش بكل هدوء، وتناقش شخص محترم يستاهل انك انت تناقشه وينفع انك انت تناقشه، مش تدخل نفسك في حروب ومناظرات وجدالات لا طائل لك منها، وتخش تضيع. يعني ممكن تفتح الفيسبوك ده تقعد بالساعتين ثلاثه عليه، ترد على دول وترد على دول وتأيد في دول، وتلاقي نفسك انت الا تعمل انت مالك. فبالراحه كده، عايز تخش في اي نقاش اتعلم الاول واقرا الدوله والدوله وربنا يسهل لك يا عم، يمكن تنتصر لرايك. والله ما يعني الصح انك انت تسيب ده كله وتدع الملك للمالك وتعيش حياتك انت، تحافظ على بيتك وعلى اولادك وعلى اسرتك، واهم حاجه تغلب الشيطان العدو الوحيد لك في الدنيا. سلام.